هلو يا مساء الفل، أهلا بيكم في قناة دكتور ساينس والدكتور سمر. طلبة جريد 5 أهلا بيكم. مكملين مع بعض في البلانت نيدز، وعرفنا إن البلانت needs water, air, sunlight, nutrients and space to grow. طيب do plants need soil to grow؟ هل السويل أو التربة a basic need for the plant to grow؟ علشان نجاوب على السؤال ده تعالوا نعمل كده تجربة بسيطة. هنحتاج في التجربة زي ما احنا شايفين طبقين بلاستيك. أول طبق فيه soil يعني اللي هي التربة اللي هنزرع فيها، الطبق التاني فيه paper towel أو المناديل الورق. وهنجيب مجموعة من السيدز، أي سيدز عندنا زي البين سيدز مثلا، وهنحط نفس كمية السيدز في كل طبق. يعني الكمية اللي في الطبق اللي فيه السويل نفس الكمية اللي في الطبق اللي فيها البيبر تاول. هو هنا بس جاب السيدز الأول وحطها في شوية مية علشان تخلي السيدز تنبت بسرعة. وبعد كده هنبدأ نرش الأطباق بشوية مية علشان السيدز تبدأ تنبت. بدأ هنا يصفي السيدز من المية اللي كانت محطوطة فيها، وبدأ يحط السيدز أو يزرعها في الأطباق بتاعتها نفس الكميات زي ما قلنا، الكميات متساوية. وهنا بدأ يضغط عليها كويس علشان تتزرع كويس جوه التربة بتاعتها أو جوه البيبر تاول. وبدأ يسيبها كام يوم، وهنا بعد 3 أيام هنلاحظ إن السيدز بدأت تنبت في الطبقين بشكل متساوي تقريبا. وبعد مرور 10 أيام هنلاقي إن السيد ديت بدأت تكبر والبلانت بدأ يطول. ولكن زي ما احنا شايفين طول البلانت بتاع السيدز اللي مزروعة في السويل اللي في التربة طبعا أطول من السيدز اللي مزروعة في البيبر تاول. وبعد 13 يوم بصوا الفرق، السيدز اللي مزروعة في السويل بصوا البلانتس بتاعتها طولت وكبرت خالص ازاي. شايفين بعد 15 يوم شكل البلانت بقى عامل ازاي. طبعا الفرق واضح جدا ما بين الطبقين. طيب ايه اللي هنلاحظه، ايه observations بتاعتنا؟ هنلاحظ ان initial growth of seeds placed in the paper towel is similar to that of the seeds planted in the soil. الاتنين initial growth بتاعهم كان تقريبا واحد، يعني بداية نموهم كان واحد. ولكن the seeds grown without soil wouldn't grow as quickly as the seeds in the soil. يعني السيدز اللي اتزرعت في السويل نمت بشكل أسرع من السيدز اللي كانت مزروعة في البيبر تاول. طيب ده هيخلينا نستنتج ايه؟ يبقى الكونكلوجنز بتاعتنا أول حاجة in the presence of water seeds can grow or germinate without soil. يعني في وجود المية السيدز أو البذور ممكن تنبت حتى في عدم وجود soil. وكلمة germinate expression جديد علينا وده معناها إنبات. وتعالوا نعرف كلمة germination، وده ممكن يجي scientific term أو يجي سؤال يقولك مثلا mention what is meant by، يعني قول أو عرف الكلمة دي معناها إيه. Germination means that the plant sprouts and begins to grow from a seed. يعني البلانت بيبدأ ينمو من السيد اللي هي البذرة. ممكن كمان نستنتج in the presence of water and sunlight plants can grow without soil for a while، يعني لمدة صغيرة. But finally في النهاية they need soil that provides plants with nutrients that allow plants to grow well. لكن في النهاية في عدم وجود soil البلانت مش هيقدر ينمو بشكل كويس، لأن هو محتاج nutrients يعني عناصر غذائية، ودي احنا قلنا ان هو بياخدها منين؟ من السويل. وهنا بيخلينا نقف شوية عند give reason مهم جدا. لو قال give reason for plants can grow without soil for a while but finally they need soil. ليه؟ طبعا because the soil provides plants with nutrients that allow plants to grow well. لأن من غير النيوترينتس دي البلانتس مش هتقدر تنمو بشكل كويس. اتكلمنا عن السويل وعرفنا ان السويل is not a basic need for the plant، لأن زي ما شفنا البلانت قدر ينمو من السيد بتاعته حتى في عدم وجود السويل. لكن السانلايت، تفتكروا السانلايت basic need for the plant or not؟ السانلايت طبعا is a basic need for the plant. ليه؟ لأن احنا قلنا البلانتس make their own food، بتعمل غذائها بنفسها من خلال ايه؟ through photosynthesis process أو البناء الضوئي.
وايه هي عملية البناء الضوئي دي؟ دي عملية بتحصل في الجرين بارتس اوف ذا بلانت، يعني في الاوراق بتاعته الخضراء، اللي من خلالها البلانت ده absorb sunlight، بيمتص ضوء الشمس علشان يعمل their own food، يعمل غذائه بنفسه. إذا ال sunlight is a basic need for the plant. يبقى لما نيجي نعرف ال photosynthesis process نقول it is the process through which the green parts of the plant leaves absorb sunlight to make their own food. وطبعا هنا نخلي بالنا جدا، التعريف ده مهم جدا لأن هو ممكن يجيب لنا في الامتحان mention what the photosynthesis process means، يعني إيه تعريف ال photosynthesis process، أو إن هو يجيبها لك كscientific term، يقول لك التعريف ويقول لك ده عبارة عن إيه. طيب هي ال photosynthesis process بتحصل إزاي؟ ببساطة ال photosynthesis process بتحصل في 3 خطوات، وعلشان تحصل محتاجة sunlight، محتاجة كربون دايوكسيد بتاخده from the air، كمان محتاجة water تاخده from the soil. ايه اللي بيحصل بقى؟ أول خطوة بتحصل البلانت roots أو جذور النباتات absorb water from the soil. تاني حاجة في الجرين leaves أو الأوراق الخضراء بتاعت البلانت بتعمل إيه؟ الأوراق الخضراء دي collect sunlight، بتجمع sunlight and الكربون دايوكسيد from the air. يبقى احنا كده معانا sunlight، معانا الكربون دايوكسيد from the air، ومعانا الووتر اللي البلانت أخده from the soil. إيه اللي بيحصل بقى؟ جوه الجرين بلانت أو الجرين leaves الكربون دايوكسيد combine with the water في وجود السانلايت، يبقى لازم الكربون دايوكسيد combine يتحد مع الووتر في وجود مين؟ في وجود السانلايت. طب ولما يتحد مع الووتر ايه اللي بيحصل؟ الاتحاد ده بيكون حاجتين، بيكون اكسجين، الاكسجين ده بيبقى released in the air، وده اللي بيخلي الليفينج اورجانيزمز الباقيه زي الهيومن والانيمالز والبيردز breathe، ده اللي بيخلينا نتنفس، ده مصدر الاكسجين بتاعنا. عشان كده دايما بنقول ان الاكسجين بتاعنا مصدر البلانت. بينتج ايه كمان؟ بينتج شوجر او الفود اوف ذا بلانت. احنا قلنا قبل كده ان الفود اوف ذا بلانت عباره عن نوع من انواع الشوجر او السكر which gives the plant energy it needs to grow. الشوجر ده بيدي البلانت الانرجي الكافيه او الطاقه الكافيه اللي تخليه grow. فبالتالي احنا ممكن نختصر الفوتوسينثيسيس بروسيس في المعادله الجايه، ان sunlight plus carbon dioxide plus water release oxygen and sugar. وعلشان نشوف التأثير القوي بتاع وجود السانلايت كبيزك نيد بالنسبة للبلانت، هنعمل اكسبيرمنت أو تجربة كده صغيرة بسيطة تانية هتفهمنا كويس قوي السانلايت قد ايه مهم للبلانت. هنجيب 2 بلاستيك كابس وهنحط فيهم سويل، أو هو هنا استخدم حتة قطنة، وحط في كل كاب شوية من السيدز، وطبعا بدأ يرويهم بالمية، وبعدين حطهم في مكان علشان السيدز تبدأ تعمل جيرمينيشن أو تبدأ تنبت. وبعدين هيخلي 1 كاب مواجه للسانلايت عشان البلانت هنا يشوف السانلايت، والكاب التاني هيغطيه او هيعمل له كفرنج باي كرتون باي حاجه بحيث ان هو يكون بعيد عن السانلايت او ما يشوفش ضوء الشمس. وبعد فتره بدا يشيل الكفر من على الكاب اللي كان بعيد عن الشمس، وبدا يبص على التو بلانتس. طبعا لقى ايه؟ لقى البلانت اللي كان متغطي وبعيد عن الشمس بينمو بشكل ابطأ شويه، والليفز بتاعته بتبقى مصفرة شوية او يلوش، ما هيش جرين ولا لونها اخضر زي البلانت اللي كان مواجه لضوء الشمس. شايفين الفرق ما بين التو كابس؟ يبقى نستنتج ايه الكونكلوجنز بتاعتنا او الاستنتاج بتاعنا؟ sunlight is a basic need for the plants like water and air. السانلايت طبعا حاجة اساسية للبلانت علشان ينمو بالظبط زي الووتر وزي الاير. طبعا كمان نستنتج ان السانلايت is important to the plant growth. ليه؟ because plants use sunlight to make their own food. عشان البلانت بيعمل طعامه أو بيعمل الفود بتاعه باستخدام أو في وجود السانلايت. So the plant without sunlight doesn't grow well because it had less food. لأن البلانت بعيد عن السانلايت مش قادر يعمل غذائه كويس بشكل مكتمل، وبالتالي مش هينمو بشكل كويس.